تخيل معايا كده لو نسيت كل حاجة بتحصل في حياتك بعد 10 دقايق، هتعرف تنتقم ولا حتى هتعيش حياة طبيعية؟ فيلم منتج، فيلم من إخراج الجامد جدا كريستوفر نولان، بيحكي عن واحد عنده فقدان ذاكرة قصير المدى. بمعنى نفس الماضي اللي كان عند كريم عبد العزيز في فيلم فاصل ونعود، بينسى بعد 10 دقايق اللي كان بيعمله. يعني ممكن يكون قاعد معاك على القهوة بيتكلم معاك في موضوع، وبعد 5 دقايق ينسى الموضوع اللي هو بيتكلم فيه أصلا. بس العجيب في الموضوع إن القصة بتتحكي من نهاية الفيلم لبداية الفيلم. إزاي يعني؟ يعني الفيلم بالعكس، أي فيلم عادي بيبدأ من مشهد البداية ويخلص مشهد النهاية، لكن نولان علشان هو دماغه سم عامل الفيلم بيبدأ من مشهد النهاية لمشهد البداية. حتى المشاهد والأحداث، المشهد بيبدأ من نهايته ويخلص في بدايته، تخش على المشهد اللي بعديه تفهم المشهد اللي قبله، وهكذا. وده بيخليك تعيش نفس الأجواء اللي البطل بيعيشها ونفس اللخبطة اللي هو حاسس بيها. لكن الهدف من الفيلم هو مش ازاي تنتقم، الهدف هو انت لو مش هتثق في دماغك وذاكرتك تثق في ايه؟ طب مبدئيا عايزك تفصل تماما عن الفيلم ده وفيلم فاصل ونعود، لان كل اللي حصل في الفيلم بتاع فاصل ونعود مختلف تماما عن فيلم. البطل بتاعنا عايز يوصل اللي قتل مراته، وفي ظل الماضي اللي عنده ده الموضوع صعب جدا. فالبطل بتاعنا بيعمل حاجة مختلفة عن اللي كان بيعملها كريم عبد العزيز. هو بيكتب الملاحظات عشان ما ينساهاش على جسمه كتاتوز. وانا شايف ان ده بيدي واقعية اكتر، لان انت لما تكتب ملاحظاتك على نوتة ممكن تضيع، لكن هو بيكتبها بتاتوز على جسمه. ده بيثبت لك قد ايه هو مهتم يوصل للقتل الماضي بجد. اخش بقى في الجد، انا مش جاي اقول لك كلام انت سمعته قبل كده في اي فيديو، مش جاي احلل لك مشهد مشهد في الفيلم، انا جاي اقول لك الفيلم عايز يقول لك ايه. في نهاية الفيلم بنكتشف إن بطل الفيلم ممكن يكون بيكذب على نفسه طول الفيلم. طب بيكذب على نفسه ليه؟ علشان يفضل عنده هدف عايش عشانه، حتى لو الهدف ده كان غلط. وده بينقلنا لنقطة مهمة جدا وسؤال مهم جدا. السؤال هو احنا بنصدق اللي عايزين نصدقه ولا بنواجه الحقيقة مهما كانت؟ الفيلم ده مش بس عن قصة انتقام، الفيلم ده بيدخلك تجربة تخليك تسأل نفسك انت مين من غير ذكرياتك. ما تنساش بقى تقولي في الكومنتات ايه اكتر مشهد لخبطك في الفيلم. وبس كده، سلام.